أختي في دورة أساسيات كالي لينكس. في درسنا لهذا اليوم سنتعلم كيفية تغيير الاي بي والماك ادرس الخاص بكالي لينكس. طيب لاحظنا الآن سوف نقوم بفتح التيرمينال بهذا الشكل، وسوف أقوم بكتابة الأمر fconfig بهذه الطريقة. هذا الأمر يعمل على إظهار المعلومات الخاصة بي بالاتصال، فمثلا الاي بي الداخلي الخاص به هو كالتالي، ولدي أيضا اسم الشبكة أو كرت الشبكة الذي هو إث أو الإيثرنت 0 بهذا الشكل، ولدي أيضا الماك أدرس الذي ينتهي أو مسمى بهذا الشكل. طيب في حال إن أردت مثلا القيام بالتغيير اسم أو تغيير الاي بي الخاص بي، عليك كتابة الأمر fconfig بهذا الشكل، وكتابة مثلا الاي بي الجديد 192.168 مثلا 110 مثلا بهذا الشكل، ومن ثم كتابة ماذا؟ كتابة اسم الديفايس أو اسم كرت الشبكة التي أنت متصل بها فعليا حاليا الآن بهذا الشكل، 8 مثلا أو إيثرنت 0. طيب أقوم بالضغط على زر أنتر بهذا الشكل، وسوف يعمل على ماذا؟ تغيير الاي بي الخاص بي بهذه الطريقة. الآن ننتظر قليلا. لاحظ الآن لدي غلط في هذا الشيء بهذه الطريقة، أقوم بس بعكس فقط لا غير، أخليها 0 بهذا الشكل، وأيضا بتغيير أيضا بهذه الطريقة 110 أسوي أوكي. لاحظ عندي الآن fconfig واسم الديفايس ومن ثم اسم الاي بي. في هذه الجزئية operation not permitted، ليس لديك الصلاحية الكاملة لتغيير الاي بي. كل ما عليك فعله هو الدخول بالسودو su root بحساب الروت، ومن ثم كتابة باسورد الكالي الذي هو نفسه أيضا يبقى كالي بهذا الشكل. الآن قم بتحويل حسابك إلى روت بهذا الشكل. كل ما عليك كتابة الآن كتابة الأمر fconfig بهذه الطريقة و eth 0، وكتابة مثلا الاي بي الجديد بهذه الطريقة مثلا 110 وأسوي انتر. لاحظ الآن تم تغيير الاي بي بهذا الشكل. نتأكد، أقوم بكتابة الأمر fconfig بهذه الطريقة. لاحظ إذا تم تغيير الاي بي بهذا الشكل، والاي بي السابق نهايته عبارة عن كم؟ 32 128، وهنا أصبح معايا 1 110 بهذا الشكل. إذا تم تغيير الاي بي. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الأخرى وهي تغيير الماك أدرس. لاحظ عندي بالشكل التالي، قم بكتابة ماك وكتابة ماك شنجر بهذا الشكل، وعمل تاج الار الذي هو عبارة عن راندوم بهذه الطريقة، ومن ثم كتابة اسم الديفايس أو اسم كرت الشبكة الذي أنت متصل بها فعليا بهذا الشكل، إيثرنت 0 بهذا الشكل، وقم بالضغط على زر انتر. لاحظ معي الآن كورنت ماك هذا السابق، هذا الماك الأدرس السابق، نيو ماك الجديد الذي تم تغييره إلى 8 بي بهذا الشكل. طيب نحاول نتأكد الآن هل تم تغيير الماك أدرس أم لا. طيب لاحظ تم التغيير بنجاح بهذه الطريقة. لدي الآن هذا الماك أدرس، والماك أدرس السابق طبعا الذي تم تغييره كان هو عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن 000 سي بهذا الشكل، ينتهي أيضا 047 سي. إذا تم تغيير الماك أدرس بنجاح. إلى هنا انتهينا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.